ده دكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طلع في تصريح في برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة. وبالمناسبة الإعلامي محمد شبانة الإعلامي الوحيد تقريبا وممكن معاه هاني حتحوت اللي اتكلموا في قضية المخدرات اللي تخص نادي الزمالك. باقي الإعلام طبعا بتاع أون تايم وباقي الإعلاميين طبعا لا حياة لمن تنادي، قال يعني لو اتكلموا هيهدوا الاستقرار. ما هو أساسا رئيسهم اللي بيهد الاستقرار ولطينا معاه خلاص. والله حلوة لطينا دي ماشي. المهم دكتور حازم خميس قال تم اختار الزمالك بشكل رسمي انه في خلال 3 ايام لابد ان يحضر عبد الله جمعه واحمد فتوح لسحب العينات للكشف عن المنشطات، وفي حاله استمرار التهرب سيتم انذار اللاعبان لمده اسبوعين ثم اصدار قرار بالايقاف لكل منهما من 6 شهور لسنتين. يعني بالبلدي لو فتوح وعبد الله ما راحوش عملوا التحليلات هيتوقفوا من 6 شهور لسنتين. ده غير ان في صحف عالميه اتكلمت عن الموضوع دوت وخلاص الرياضه المصريه اتشبهت حرفيا. يعني لما الزمالك يروح يلعب في افريقيا او الاهلي نفسه هيبقى متركز علينا ويتعمل لنا تحليل منشطات. لطيتونا معاكم يا اولاد 100 عقبه. ولكن في النهايه كان معاك محمد عصام بقدم لك محتوى بصوتي وبوصل لك جميع المعلومات اللي تخص الدوري المصري. ما تبخلش عليا بالمتابعه واللايك وكومنت حلو وممكن تشارك برايك.